أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا الأسبوع ويوم الأربعاء القادم سيقام في مدينة الملك فهد الطبية مؤتمر عالمي، وهو الأول من نوعه عن أورام الكبد والقناة الصفراوية والبنكرياس. معي على الهاتف الدكتور عبد الله بن علي الشرم، وهو استشاري أورام ورئيس المؤتمر بمدينة الملك فهد الطبية. مساء الخير دكتور عبد الله. الله يجزيك بالخير، حياك الله وحيا ضيوفك والاخوات المشاهدين. حياك الله دكتور عبد الله على عجل. اولا ما هو المؤتمر، ما هو وما هي اهدافه؟ نعم، حقيقه تعرف ان هذا المؤتمر ممثل مركز الاورام في مدينه الطبية تحت مظله الاتحاد الخليجي لمكافحه السرطان ومع الجمعيه الامريكيه للاورام. اهداف المؤتمر هذا انه يبدو انه انقطع الاتصال مع الدكتور عبد الله. حاولوا لو حصلناه. اوكي، فضلا منكم. دكتوره، ارجع للسل الغير رئوي. انت تتكلم ما هو انواعه؟ عن السل الغير رئوي اللي هو يكون خارج الرئة، ممكن يصيب الغدد الليمفاوية، ممكن يصيب الغشاء البلوري، ممكن يصيب البطن، ممكن يصيب العظام، ممكن يصيب الجلد، وعلاجه نفس طريقة علاج السل الرئوي. طيب كيف لكن يشخصوه بانه ياخذوا عينة من العضو المصاب، مثلا انه يكون في الغدد الليمفاوية بياخذوا عينة بالإبرة او يسموها الخزعة، وبيعملوا لها زراعة وتحسس وتحت الميكروسكوب فبتتشخص. طيب. او بذل السوائل لو في الغشاء البلوري بناخذ برضه عينه، او من العضو المصاب بنقدر نشخص. طيب دكتوره، انت قلتي نفس العلاج، هل ممكن السل غير الرئوي يتحول الى رئوي ينتقل للرئه او العكس؟ لا، هو من الرئه يتحول ينتشر الى باقي اعضاء الجسم، لكن انه يكون في الاول يكون في مثلا خارج الرئه وانه بعدين يقلب رئوي، ما رصدنا حالات زي كده. طيب دكتور عبد الله، اهلا وسهلا مره اخرى. عفوا يا دكتور حسن، دوري الخط انقطع. طبعا كما تعلم دكتور حسن انه نسبة اورام الكبد في المملكة العربية السعودية تمثل المرتبة الخامسة في معدل الاصابة حسب السجل الوطني، اصدار السجل الوطني، وهذه النسبة عالية جدا مقارنة بالدول المتقدمة. بالاضافة انه الاسف الشديد انه اكثر الحالات المصابة باورام الكبد والبنكرياس والقناة الصفراوية هي تأتينا حقيقة في الدرجة الرابعة، وحالات متأخرة مع العلاج. كان دائما علينا في مركز الاورام في مدينه فهد الطبيه ان نقيم مثل هذه المؤتمرات، وهدف هذه المؤتمرات حقيقه هو الاثراء النقاش ووضع افضل السبل والخطط العلاجيه ووضع استراتيجيه وطنيه لمكافحه وللحد من الاصابه بهذه الاورام. دكتور عبد الله، قل لي المؤتمر متى وكم ساعه؟ نعم. التعليم وكم مدته؟ نعم، المؤتمر حقيقه لمده يومين، هو تقريبا اليوم الاول حيكون في 5 جلسات ويناقش تقريبا ما يقارب من 25 ورقة عمل. اليوم الأول حيكون تقريبا عن أورام الكبد كاملا من الناحية العلاجية، الجراحية، الدورة الإشعاعي، العلاج الحراري، التردد الحراري، الكي، والتقنية الجديدة اللي هي الهايفو، بالإضافة إلى العلاج الموجه وأهميته في علاج أورام الكبد. اليوم الثاني أيضا 6 جلسات، حيكون هناك 6 جلسات تكون مقسمة بين البنكرياس والقناة الصفراوية وأورام جهاز البنكرياس اللي هي الهرمونية. وحقيقة اللي يميز المؤتمر أنه هذا أول مؤتمر يعقد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط يبحث حقيقة في هذه الجزئية من الأورام، وسيكون هناك نخبة كبيرة جدا من الدول المتقدمة، حيجينا أطباء من الولايات المتحدة الأمريكية ومن فرنسا ومن كندا، ويكون هناك كثير من الأطباء أيضا الدول العربية والدول الخليجية، بالإضافة إلى أبرز الأطباء السعوديين في هذا المجال. دكتور عبد الله، وقتي قرب على النهاية، لكن أعدك إن شاء الله أنه نخصص حلقة كاملة لأورام الكبد، لأنه موضوع مهم جدا جدا. الله يعطيك ألف عافية دكتور حسن، هذا الموضوع جدا مهم. أورام الكبد حقيقة هي أورام شائعة في المملكة العربية السعودية، ويعني القنوات الثقافية والقنوات المهمة ومثل هذه البرامج حقيقة تلامس احتياجات كثير من المواطنين. والله يعطيك ألف عافية وربنا يوفقك ان شاء الله في عملك بعون الله. وانا ادعو المشاهدين والمشاهدات الى الحضور مثل هذه المؤتمرات لاثراء النقاش والمراجعه الطبيه. كم ساعه تعليم بسرعه؟ حيكون 23 ساعه طبيه معتمده من المجلس من الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه. من الهيئه السعوديه للتخصصات الطبيه. نعم. العرض مغري جدا للحضور. شكرا جزيلا دكتور عبد الله. الله يحييكم ويا مرحبا فيكم جميعا واهلا وسهلا فيكم. شكرا مره ثانيه دكتور حسن، الله يعطيك الف عافيه. شكرا لك دكتور نايلة، ما بقي عندي وقت كثير.